الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من علم المتعلمين وبعث الأمل في قلوب البائسين وقضى أمته إلى وسطية الدين التي قال الله عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بحيي حضرتك وبحيي نهاوند وبحيي الصديق العزيز رامي وكل من يتابع هذا المنبر المحترم إعمالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وبعد، أما بالنسبة للأزهر الشريف فعلى مدار الجمعة الماضية والدروس اليومية في مساجد مصر بدأ أبناء الأزهر من أبناء لواء الوسطية، وكانت خطبة الجمعة الماضية عن عوامل الهدم على أرض مصر. ومن أهم عوامل الهدم هو محاربة الجيش والشرطة، ومن أهم عوامل الهدم في هذا الوطن الشريف الذي لا نتمنى له أن يهدم هو فكرة تبني فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ظهرت على ألسنة أدعياء وليسوا بعلماء. محمود شعبان ما هو إلا مدرس بلاغة، لا علاقة له لا بالفقه ولا بصحيح الدين. محمود شعبان بلاغة يا شيخ إبراهيم، مش بلاغة، بدنياه لمحمد مرسي، وأفتى بجواز قتل المعارضين ومن يختلفون مع محمد مرسي عند هذا الحد. علينا أن نقدمه للقانون، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الأمر الآخر الذي لابد وأن نقف أمامه من عوامل الهدم، وخلينا أقولها بصريح العبارة: نحن نعالج علاج الطبيب الواعي الذي يستكشف الحالة ويشخص الحالة. بعض إخواننا من المتبرعين بيظن أن كراهية الدين وتشويه الدين وأن أنا أخرج بعض الأقزام على الهوى اللي يبيح لي الزنا، هذه الأمور تحسب علينا ولا تحسب لنا طبعا. ومن هنا فالحالة تقتضي منا أن ندرك أن رسول الله وهو من كان عف اللسان ومن كان صادقا في الأقوال لم يغضب غضبته الشديدة إلا حين ذكر خوارج العصر. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم كلاب أهل النار، لأنهم لا يؤمنون بقدسية القرآن ولا يعترفون بحرمة الدماء، وهم من يشعلون الحرائق في كل زمان ومكان، لأنهم يكرهون الوطن ولا يؤمنون به، ويكرهون الاستقرار ولا يعتمدون عليه. ومن هنا هم ألد أعداء الأمة، وهم من يعملون على حرق الأمة، وهم من يتاجرون بكتاب الأمة. وعند ذلك لا بد للأزهر ولغير الأزهر وللإعلام أن يكون صفا واحدا، لأن الرسالة التي يريدونها من مصر نقول لتركيا ونقول لقطر: عليكم ألا تترددوا في الدعم، أرسلوا المزيد من الأموال، لأننا جميعا على قلب رجل واحد سنحرق وطننا من أجلكم. هذه هي الرسالة التي يريد الإخوان ويريد خوارج العصر من هؤلاء أن يرسلونها إلى الخارج. طيب، يعني إذن الأزهر مشدد على خطبة الجمعة القادمة كما كان نهجه في خطب الجمعة الماضية، وأن التصدي واضح. بشكرك شيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر، وزي ما احنا شايفين أن في اتفاق ما بين أنواع وجموع الشعب المصري على التصدي لهذه الدعاوى الفاشلة واللي بتريد فقط إسقاط الوطن مصر. لكن احنا كإعلام بنعرف الجانب اللي بيدعو للفساد وبنرد عليه بالجانب الآخر اللي بيدعو للعمل الصالح لبناء الوطن. وإن شاء الله إن شاء الله متبقي أيام قليلة وسنتابع ونشاهد يوم الجمعة القادمة، ونتمنى من الله النصرة للأوطان ونصرة ليك يا مصر دايما، ويدحض الكافرين والخارجين والذين يريدون لمصر السقوط أو للإسلام كما هم بيدعوا إن هم حامينه فقط، لكن الإسلام باق طول ما الأزهر باقي وطول ما مصر باقية بإذن الله.